مشاهدون قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. معنا ومعكم الراقي مصطفى العربي اللي كيعرفوه المغاربة كاملين. اليوم جيناكم في واحد الموضوع جديد خصوص هاد التساقطات المطرية اللي كتعرفها بلادنا. الله يرحمنا وينفعنا بهاد الشتا. مصطفى العربي كيقول بأن إلا بغيتي تعالج من السحر ومن التابعة ما عليك غير بماء المطر. بغينا نعرفوا كيفاش هاد ماء المطر كيعالج السحر والتابع. غنخليكم مع مصطفى العربي يحاول يقربنا بعدا شنو هو هاد السحر، شنو هي التابعه، وكيفاش غادي نتعالجوا من هادشي. مصطفى، خويا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس كيعانيوا من السحر ومن التابعة ومن العين ومن الحسد، لكن الحمد لله الله تبارك وتعالى جعل في بعض الأشياء علاج. لما الله تبارك وتعالى ذكر ماء المطر والغيث الذي ينزل من السماء، بماذا وصفه؟ وصفه أنه فيه قوة عظيمة لإذهاب رجز الشيطان، وأنه يثبت الله تبارك وتعالى به الأقدام ويربط به على القلوب. الآية يقول فيها الله تبارك وتعالى اللي كانت نزلات على الصحابة رضي الله عنهم. هذه الآية نزلت سبب النزول ديالها لما كانوا الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في غزوة من الغزوات، وهم في حرب وهم في حيرة من أمرهم. الله تبارك وتعالى ذكر لهم واحد النعم: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم به رجز الشيطان ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. طيب، هذا الماء هذا ديال المطر بالتجربة أنه سبحان الله ماء الغيث ديال الرحمة ديال الله تبارك وتعالى، اللي قال الله تبارك وتعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هي رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى يحيي به الأرض بعد موتها. حتى الأرض سبحان الله كتحيا بماء المطر. فثبت علميا أن الماء اللي كينزل من السماء ماء ديال الشتاء فيه واحد الطاقة سبحان الله عجيبة، فيه واحد النعم عظيمة من الله تبارك وتعالى. طيب، الماء. كيفاش القضيه ديال التابعه والسحر، يعني طيب. كيفاش هاد الناس غادي يتعالجوا من السحر ومن التابعه بماء المطر؟ شنو نديروا زعما؟ في هذا الفصل هذا الماء، يعني الماء ديال المطر ما يمكنش تجمعوا على مدار العام. علاش دوينا حنا في فصل الشتاء، مقبلون على فصل الشتاء. حنا في فصل الخريف وكتنزل فيه واحد شويه ديال الشتاء، ومقبلون ان شاء الله على فصل الشتاء غيكون فيه الامطار ان شاء الله. نتمنى الله تبارك وتعالى ان يسقينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. طيب، من تجيك شي فرصه وتكون يعني في البيت ديالك وتشوف الشتاء ولا تسمعها انها تتساقط من السماء، دير واحد الاناء اللي هو كبير. اول خطوه غدير غتجمع الماء ديال الشتاء اللي هو كافي يعومك انت العائله ديالك. شوف اللي بغى يعوم به هذاك الماء اللي غادي تستعمله من اجل الاستحمام. غادي تجمع هذاك الماء ثم تقرا عليه. غتقرا عليه سوره الفاتحه 7 مرات بنيه الشفاء، سوره ايه الكرسي 7 مرات، قل هو الله احد 7 ديال المرات، المعوذات 7 ديال المرات. وغادي تشد هذاك الماء وغادي تعوم به. واحسن الاوقات اللي غتعوم، وانتبه هنايا انتبه معايا مزيان، ما تعومش في الدوش، بمعنى هذاك الماء ما يمشيش في القادوس، ما يمشيش في مجاري المياه. هذاك الماء جمعوه وعاود لوحو، يعني لوحو في شي طراف، في شي محبق، شي جرده اللي ما يمشيش، ما يتخلطش مع الماء يعني النجس، ما يمشيش في الاماكن اللي فيها النجاسات، لان قريتي عليه القران: ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. احسن وقت تعوم انك بعد تكون كتصلي. الا ما كنتيش كتصلي بلا ما تعوم، لا بما ديال الشتا وتقول ربي غيشافيني من السحر ولا من التابعه ولا من العين والحسد ولا كذا، الا ما كتصليش، لان الله قال شرط من شروط الشفاء بالقران الايمان. الا ما كنتيش مؤمن ما يمكنش يشافيك الله تبارك وتعالى بالقران. الا ما كنتيش كتصلي ما غاديش تشافى بالقران. انت باغي الشفاء من القران، والشفاء بغيتي من الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذا ما كنتيش مؤمن ما غيشافيكش الله بالقرآن. تكون كتصلي محافظ على الصلوات الخمس ديالك، ثم بعد ذلك تعوم. أحسن وقت اللي تعوم فيه وقت استجابة الدعاء، لأنك أنت غتعوم وغدير الدعاء شنو بغيتي من الله تبارك وتعالى.
بغيتي شفاء ادعي الله تبارك وتعالى يشافيك ويصرف عليك هذاك الشر ديال العين وديال الحسد وديال التابعه وديال السحر وديال المس، يصرفوا عليك والله تبارك وتعالى يستجيب لك. وحتى وقت نزول المطر من اسباب، من الاوقات اللي كيستجيب فيها الله تبارك وتعالى الدعاء. الهدف ديالي انا تكلمت في هذه الوقيته لان هذه الوقيته كاين الحمد لله الشتاء كطيح، باش الناس يبداو يجمعوا في الماء ديال الشتاء ويتنفعوا به، باش نقربوا ان شاء الله العلاج لهذوك الناس اللي مرضين، هذوك يعني الناس اللي ما عندهمش يدوش. طاقه انهم يمشيو مثلا عند معالج يعالجوا ولا عند راقي ولا الى اخره، يدوش غير راسو وردوا عليه الخبر. يعني خصو يدوش بهذا الماء ديال الشتا، نعم. يقرا عليه بعد يقرا القران. عليه القران ثم يقرا عليه هذا الشيء اللي قلت انا نعاود نقوله. واخا ذكر الناس. سورة الفاتحة 7 ديال المرات، كل شيء حافظها. إلا ما حافظهاش قراها من المصحف، وما يمكنش تكون كتصلي وما حافظ سورة الفاتحة. آية الكرسي كاين اللي حافظها كاين اللي ما حافظهاش، الناس اللي حافظينها راه غيقراوها، الناس اللي ما حافظينهاش غادين يقراوها من المصحف. الناس اللي ما كيعرفوش يقراو من المصحف غتجيب شي واحد غادي يقرا وانت غتقرا موراه، بمعنى يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، انت غتقرا موراه، غتسمع منه وتقرا، لان خصك تقرا بصوتك 7 ديال المرات. قل هو الله احد 7 مرات، قل اعوذ برب الفلق 7 مرات، قل اعوذ برب الناس 7 ديال المرات. وبهذا الله تبارك وتعالى غادي يكشف عليك الهم والحزن والرجز ديال الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين أنه هذاك الماء الحمد لله فيه منفعة كثيرة الحمد لله. أتمنى الله تبارك وتعالى واخا يشافي هاد جميع الماء اللي مرضى يسخنوا ما المسلمين. يديروا حتى شي حاجه، يعني لا شوف، الماء. الماء عم به بارد، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر عبده أيوب لما بلغ منه المرض ما بلغ، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مر من واحد الابتلاء اللي هو عظيم، مرض من عهد سيدنا أيوب ليومنا هذا ما كاينش اللي مرض شي مرض بحال هذاك المرض اللي مرض أيوب عليه السلام. دعا الله تبارك وتعالى استجب لله، قال لي اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، قال لي حرك رجليك، حرك رجلي، خرجت واحد العين، قال لي عوم بها، عام بها باردة، هذا مغتسل بارد وشراب. أحسن حاجة تعوم بالماء بارد، إلا إلا عندك شي عذر، عندك مثلا عذر خايف إلا عمتي بهذاك الماء بارد يضربك البرد وما تعالش منه، عندك مناعة ضعيفة، دفيه شوية مع الحرص على أنك تعوم في شي مكان اللي أنت غادي تكون فيه إن شاء الله آمن من النزلات ديال البرد وكذا، باش إن شاء الله ماشي تعالج حاجة وتمرض حاجة. لأن هذا الأمر ديال تعوم حتى الوضوء وغسل الجنابة، إلا عندك عذر راه ما يمكنش غادي تعوم وكذا. حتى هذا غير شفاء من القرآن وبماء المطر، بمعنى ما تعرضش نفسك للهلاك. يعني واخا هذا الناس كريم قال لك خصوصا الا كان اوراق السدر. هذيك إضافات، لكن سبحان الله ماء المطر وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه أن مني كان كيبدا أول قطرات تنزل من السماء حينما تمطر السماء أو كينزل الغيث من السماء، كان كيعري ظهره شوية باش يطيح عليه هذاك الماء المبارك، لأن ماء ينزل من السماء، ماء فيه رحمة، فيه سكينة،